السلام عليكم، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم راح تكون حل المشكلة جاي تواجه أغلب مستخدمي الآيفون والآيباد، اللي هو مشكلة تم إيقاف الآيباد أو الآيفون. فلذلك خليكم وياي نشوف طريقة حل هاي المشكلة وبخطوات جدا بسيطة، فخليكم وياي. بالبداية عندنا طريقتين حتى تحل هاي المشكلة. الطريقة الأولى اللي هو عن طريق آيفون ثاني أو جهاز ثاني موجود عندك، وتدخل على الجوجل ومنها على الآي كلاود، وراح تدخل على ميزة العثور على الجهاز، وراح يطلع لك الأجهزة الموجودة على هذا الآي كلاود. عندك الجهازين على نفس الآي كلاود، راح تدخل على الجهاز وراح تنطيه مسح للبيانات، راح يحذف لك الحساب، راح يحذف لك الجهاز بشكل كامل، وراح يرجع على وضع الشركة. ومن هناك راح تدخل الإيميل والباسورد، وراح نحل عندك المشكلة بكل بساطة. وهسه نتحول على الحاسبة ونجرب الطريقة الثانية. قبل لا ندخل بالطريقة الثانية لازم تدخل الايباد مالك بوضع الريكفري او الايفون نفس الشيء. هنا راح نقفل الجهاز، راح نعطيه قفل. وهسه بما انه انقفل راح تجيب الكيبل اللي رابطه باللابتوب او الحاسبة مالتك وتضغط على زر الهوم. طريقة وضع الجهاز في وضع الريكفري يختلف من جهاز لآخر. مثلا عندي هذا الآيباد راح أضغط على زر الهوم وراح أدخل الكيبل اللي مربوط بالحاسبة، وتنتظر شوية يبقى إيدك على زر الهوم، ومثل ما تشوفون دخل عندي الجهاز في وضع الريكفري. راح نعوفه هنا، وهسه راح ندخل على تطبيق الايتونز. مثل ما تشوفون اول ما تفتح راح يطلع عندك توجد مشكلة في الايباد. هنا عندك منطق خيارين، تحديث او الاستعادة. احنا راح نختار استعادة. تنتظر شوية، هنا راح يقول لك هل انت متأكد من رغبتك في استعادة الايباد؟ تنطي استعادة وتحديث. هنا مثل ما تشوفون يقول لك يتم الان استعادة الايباد. هنا مثل ما تشوفون الايباد قام يسوي مسح للبيانات. راح تنتظر شوية بين ما يكمل. هنا ثم تشوفون يتم التحقق من الاستعادة. خلي يكمل وارجع لكم. هنا يقول لك تمت استعادة الاعدادات الايباد الخاصة بك. راح يبدي يشغل الايباد. هنا مثل ما تشوفون راح يطلب من عندك الابل اي دي وكلمة السر الخاص بالايباد. هاي الطريقة ما يفيد الاشخاص اللي ما يعرفون الاي كلاود وكلمة السر. من هنا من الايباد فقط بعد تفصل الكيبل وخلاص. هسه راح اجرب من الايباد، راح ادخل الايميل وكلمة السر وارجع لكم. ومثل ما تشوفون بعد ما دخلت كلمة السر هنا فتح عندي. راح ادوس متابعة. هنا راح يقول لك انشاء كلمة السر، تسوي عدم دخول بكلمة السر، عدم استخدام. هنا تختار، وهنا كملت. نعطي موافقة، متابعة. ومثل ما تشوفون اشتغل عندي الايباد. وان شاء الله راح اسوي لكم فيديو ثاني عن طريقة فتح قفل الايفون او الايباد بدون الايميل او الرمز مالته. لذلك اذا ما كنتم مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل الفيديوهات القادمة.